إحصائيات عالمية بتقول إن أكتر من 70% من الشركات اللي ما عندهاش تخطيط استراتيجي واضح بتفشل في أول 5 سنين. يعني مش دايما المشكلة في السوق ولا في المنافسة، الحقيقة إن الشركات دي مشيت من غير خطة طويلة المدى. التخطيط الاستراتيجي مش رفاهية، هو اللي بيحدد شركتك رايحة فين، هتتحرك ازاي، ولو الطريق اتقفل ايه البديل. من غير الخطة دي الشركة ممكن تفضل تتحرك يوم بيوم لحد ما تلاقي نفسها وقعت وسط المنافسة. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الاستراتيجيك بلاننج أو التخطيط الاستراتيجي، وهنشوف ازاي أي بيزنس صغير أو كبير ممكن يعمل خطة واضحة في 7 خطوات عملية. في الفيديو ده هنعرف ازاي نطبق التخطيط الاستراتيجي عمليا، 7 خطوات أساسية يمشي عليها أي بزنس. مثال تطبيقي من مصر ومن بره مصر، يعني مش هنتكلم نظري، لكن هتطلع من الفيديو معاك خطة تمشي بيها. كتير من الستارت اب تبدأ بمنتج جديد أو خدمة مختلفة، لكن من غير خطة واضحة. يصرفوا فلوس على تسويق مش مناسب، يضيعوا وقت في منتجات مش مربحة، يلاقوا نفسهم بعد سنتين مش عارفين هم فين. النتيجة الشركات دي بتقفل أسرع مما بدأت. الاستراتيجيك بلاننج أو التخطيط الاستراتيجي ببساطة هو إنك تحدد إحنا رايحين فين وإزاي نوصل هناك بخطة عملية واقعية. جالي ديسرر بيركز على إن الخطة الاستراتيجية لازم تتكامل مع خطط الموارد البشرية، لأن الناس هم اللي بينفذوا الاستراتيجية على أرض الواقع. ال7 خطوات العملية بشكل مختصر: 1. حدد الرؤية، يعني الصورة الكبيرة بعد 5 أو 10 سنين. 2. اكتب الرسالة، إيه القيمة اللي بتقدمها للناس. 3. اعمل تحليل SWOT، وهو عبارة عن نقاط القوة والضعف داخل الشركة والفرص والتهديدات خارج الشركة. 4. حدد الأهداف، ولازم تكون محددة وقابلة للقياس. 5. اختار الاستراتيجية، هل هتنافس بالسعر ولا بالجودة ولا بالابتكار. 6. خطط التنفيذ، يعني مين هيعمل ايه وامتى. 7. راجع وعدل، قيس النتائج وغير الخطة لو لازم الأمر. مثال مصر شركة فوري لما بدأت رؤيتها كانت تسهيل المدفوعات في مصر. خطتها الاستراتيجية شبكة واسعة، شراكات مع البنوك، التركيز على الانتشار قبل المنافسة. النتيجة بقت اللاعب رقم 1 في السوق. مثال عالمي شركة أبل، خطتها الاستراتيجية كانت إنها تركز على الابتكار والتجربة المميزة للعميل بدل ما تنافس بالسعر. الخطة دي واضحة من أول ما عملوا الماك لحد الآيفون. تعالوا مع بعض ناخد تطبيق عملي على الخطوات ال7 للتخطيط الاستراتيجي. تخيل إنك فاتح مطعم صغير، رؤيتك إنك تبقى المكان المفضل للشباب في المنطقة بتاعتك. رسالتك أسعار معقولة وجودة كويسة. تحليل السوق فيه مطاعم كتير، لكن مفيش حد بيركز على الطعام السريع الصحي. هدفك خلال سنتين تبقى عندك 3 فروع. استراتيجيتك سعر معقول، مكونات صحية، ديليفري سريع. التنفيذ إنك تبدأ بفرع واحد زائد فريق مدرب. التقييم كل 3 شهور تراجع الأرباح ورضا العملاء. كده تبقى حطيت خطة واضحة بدل ما تسيبها للصدفة. ملخص سريع لفيديو النهاردة: التخطيط الاستراتيجي هو بالضبط الGPS لشركتك، بيتكون من 7 خطوات: الرؤية، الرسالة، تحليل SWOT، الأهداف، الاستراتيجية، التنفيذ، وأخيرا المراجعة. أمثلة زي فوري وأبل بتأكد إن الشركات الناجحة ماشية بخطة واضحة مش بالحظ. لو هتطلع بحاجة واحدة فهي إن التخطيط الاستراتيجي مش مجرد أوراق، هو طريقة تفكير بتنظم كل قرار في شركتك. وأخيرا خليني أسألك، لو عندك ستارت اب إيه أول خطوة ممكن تعملها في التخطيط الاستراتيجي؟ شاركني في الكومنت، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا اللي جاية إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.